اكتر حاجه بتتعبنا انك تتعشم في بني ادم. ده بجد بقى، يعني بكلمك بجد، سيبك من ان احنا بنتكلم في برنامج وكده. يعني حقيقي انا لو كلمتك مثلا، انا كم مره اتعشمت في ناس وخدت فوق دماغي وشفت بقى الناس ديت ايه، ياما هنا ياما هناك، وصدقني ده انا هنعمل ونسوي، واستنى استنى استنى. صعب انك تفضل متعشم في حاجه وباصص عليها طول الوقت ان هي دي هتبقى بتاعتك ومعاك وكل الاجواء تقول لك ان الموضوع ده حقيقي هيحصل، وتلاقي صوت ربنا من جواك يقول لك مش حقيقي، مش هيحصل، مش هينفع، مش راكبه، مش هتنفع. هتقول لا 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 لا، عارف ده ايه؟ ده مأكد لي، عارف ده قايل لي ان انا هيحصل كذا، مأكد لك ايه؟ قايل لي انه هيحصل ده انا لازم ده انت متعرفش معايا مين ده الراجل، قال لي وبتاع وهيسوي انت عارف ده عمل لفلان وعمل لعلان، قال له طب انت كده ليه؟ لا 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 ان شاء الله هيحصل. تلاقي يوم ورا التاني يوم ورا التاني، ويحصل خذلان مع كل الناس. تبقى مستني ان الشخص ده يقف جنبك في الموضوع ده، ما بيقفش، ما تلاقوش موجود اصلا، ومستني ان الشخص ده يطبطب عليك في الوقت ده، تلاقيه بيقول لك كلام صعب وكلام جارح، ومستني انك انت في وقت حتى على فكرة. يعني عارفين ايه اكتر حاجة بتضايقني انا شخصيا؟ انك تفضل تستحمل اللي قدامك ده في كل حاجة، تستحمله في مضايقته، في عصبيته، في خنقته، في كلامه اللاذع والناشف، وتفضل تلتمس له الاعذار طول الوقت، وتيجي انت عليك في وقت ضغط كده فتلاقي نفسك انفجرت وبتزعل وبتغضب، فانت متعشم من اللي قدامك ده يحصل له بقى معاه ايه، يعمل معاك زي ما هو انت حصل لك. تلاقي اللي قدامك ده يسمعك كلام يخليك ندمان ندم الدنيا انك اشتكيت، تقول انا مش هتكلم مع حد تاني.